فين غادي هذا الراجل؟ السلام عليكم اخوتي، نهاركم مبروك، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم باذن الله غادي نوريكم العرس ديال الباديه في الدوار الشعيبيه كيفاش كيكون ان شاء الله باذن الله، وغتكون شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. غادي هذا الفيديو هذا راه ما كملناش من الاول الاخوان، ولكن المره الجايه ان شاء الله باذن الله غنوريكم العرس. غنبداو العرس من الاول حتى الاخر ان شاء الله. يعني دابا حنا جينا من الاخر، مره اخرى ان شاء الله غنبداو من الاول. غادي دابا هاد العشيه يعني دابا غادي يكون غير القضيه ديال الحطان والقضيه ديال الهديات، وهذا هو اللي كاين. يعني الصباح تيكون العرس اليوم، كانوا جابوا العريس من الحمام. كيفاش قصه الحمام؟ واش العريس ما كيعومش حتى كيتزوج ولا كيفاش؟ بكل صراحه الشعيبيه راه عندك الحق، راه حنا غنمشيو دابا لهذا العرس هذا ان شاء الله باذن الله. بحال قلتي غنمشيو ماشي بحال في الاخر ديالو. علاش؟ حيت هو العرس خاصنا نبداو من الاول. كتكون نهايه العرس اللي هي اليوم، ولكن في نفس الوقت كتكون بدايه العرس، لان العريس تيكون عنده يومين ديال التعب قبل، واليوم اللي هو الثالث اللي كيكون عنده التعب بالنهار، حيت كيجيبوه من الحمام وكيجيبوه تقريبا 3 سوايع ديال الطريق ولا 2 سوايع ونص على الاقل كيجيبوه، ومن بعد كيجدوه يرتاح عند الجيران، ومن بعد ان شاء الله في العشيه كيديروا ليه الحنه وكيجيبوه من عند الجيران بالطلبه كيقراو عليه، كيكون دي ايه قرانيه وذكر الله سبحانه وتعالى، وكيجيبوه الشباب ديالو العرسان ديالو اللي كيكونوا قدو، كيكونوا يعني كيكون الوزير ديالو حتى هي كتكون القضيه فيها وزير، وكيجي للدار كيحني والغرامه كتكون، وفي الليل كتكون بحال كيكون كيرتاح كيمشي يجيب العروسه ديالو، كيكون هذيك نهايه العرس ولكن كتكون بدايه العرس. كيجي عاوتاني الصباح كيصبحوا عليه صحابو اللي في التقاده ديالو، يفرحوا معاه، كيفطروا معاه، وكيجيبوه للعروسه، كيجيبوا التقاليد ديالهم، داكشي ديال بنتهم، الكادوات ديال بنتهم، وكيجيبوا ليها زعما باها كيجيب لها الذبيحه وكيجيب لها داكشي كيكبر بها هنايا. وفي الليل كيديروا الشيخات وكيديروا الرجال بيناتهم كيديروا عشاهم والشيخات، المهم والمترفيه وداك الشيء، ولا كيكون الهيت، والغد ليه كيديروا معاه الختام وكيمشي لمولاي ادريس. العرس كيبقى 7 ايام. واش غادي تشطح دابا انت؟ دابا غادي للمتابعين ان شاء الله غادي من بعد غادي توريهم هاد نهايه العرس اللي غتكون بدايه العرس. واش غادي تشطح في هاد العرس؟ ما كذبش لك، انا غادي نشطح باذن الله، وهاد المراه تستاهل صراحه ديال الله، تستاهل انني نمشي عندها، لان انت كتعاودي عليها على الخير وعزيزه عليكم بطبيعه الحال، واحد الانسانه اللي هي عزيزه عليك. ان شاء الله باذن الله غادي ندير المجهود ديالي باش نشطح ان شاء الله، نفرجكم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، وراكم عزاز وغاليين، وتابعوا معنا. تحياتي وتبارك الله عليكم.